ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ انا النهارده بره البيت عشان الشمس طالعه، بس دي شمس خادعه. درجه الحراره تحت الصفر بس الشمس طالعه يعني. اهم حاجه الجو مفيش مطره، فاكيد هنصور حاجات كتير يعني. ف قلت اصور لكم حاجات من هنا ونتكلم في موضوع العنصريه في المانيا. فموضوع العنصريه في المانيا هكلمكم فيه، بس نشوف مكان نقعد فيه، وبعد ما نخلصه نكمل مع الفلوج ده واوريكم حاجات كتير في كيل. يلا. كان جالي اسئله كتير جدا، وناس كتير بشوفها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب وعلى كله، وناس تسال هي المانيا فيها عنصريه؟ المانيا انا سمعت العنصريه كتير، المانيا مش عارفه ايه، المانيا فيها ايه، المانيا فيها ايه، طب ايه اخبار العنصريه؟ اول سؤال، في واحد صاحبي من 4 سنين كان جاي، اول ما سالني قال لي انا جاي المانيا، اول ما شافني قال لي ايه موضوع العنصريه. فالموضوع حاسس ان الناس عندها فوبيا ان المانيا فيها عنصريه، او يمكن من تاريخهم اللي قبل كده وايام هتلر او الحاجات دي كلها. بس انا بقالي 7-8 سنين اهو في المانيا، انا ما قابلتش ولا موقف عنصري في حياتي هنا. بمعنى ان انا ما شفتش مثلا اكون ماشي في الشارع اشوف حاجه عنصريه او حد يقول لي كلمه تضايقني او كده، ده ما قابلتوش. نيجي في نقطه تانية، موضوع اللغه. في ناس تيجي تقول لك اصل الالمان ما بيتكلموش الا الماني ومش عايز لا، الالمان بيعرفوا يتكلموا لغه تانية. بس بمعنى اصح، انت مثلا لو هنا جاي ونازل في اوتيل او نازل في اماكن سياحيه، هتلاقيهم بيتكلموا معاك انجليزي، عشان ده مكان سياحي، انت مش مطالب ان انت كنت بتعرف الماني. لكن لو انت نازل اصلا وعايز تعيش هنا وتشتغل هنا وتكمل حياتك كلها هنا، فالطبيعي جدا ان هم مثلا مش هيجوا يقولوا لك هنتكلم انجليزي عشان انت حضرتك ما بتعرفش الماني. يعني انت قررت تعيش في المانيا، وقررت ان انت تتاقلم في بلد او تكمل حياتك فيها او تشتغل لفتره، حتى ما دام هتتاقلم ويبقى عيشه كامله فلازم تتكلم لغه البلد اللي موجوده يعني. تمام، دي النقطه دي من وجهه نظري يعني. لكن هنا مثلا حصل مواقف كتير معايا فما تدلش اللي هي عنصريه خالص. انا من 4-5 سنين عملت عمليه، فطبعا عشان نظام التامين الصحي والحاجات دي كلها انت ما دفعتش اي حاجه، واثناء ما انت كنت بتعمل عمليه من ممرضين او دكاتره او الدنيا كانت معامله فوق ما تتخيل. يعني لو انا في دوله عربيه ممكن ما كانوش عاملون المعامله دي. وبعد كده بعد العمليه كنت بتروح تغير على جرح وحاجات كده، كان الدكتور هو اللي بيغير لك كمان وبيضحك في وشك والموضوع عادي جدا. فدي كان موقف من المواقف. موقف تاني في الشغل اللي انا فيه حاليا، اي حاجه بطلبها طبعا بعد ما شافوا شغلك وشافوا عرفوا شخصيتك وعرفوا ان انت الدنيا مختلفه، طبعا الدنيا مختلفه، اي حاجه انت بتطلبها بنسبه 99% بتاخدها. كان في اول ما جيت شغل تاني، بس كنت جاي بخلفيه العنصريه، فكنت طالب اجازه في وقت معين. ف بعد ما طلبت الاجازه دي قال لي لا مفيش مكان للاجازه دي. كنت لسه 6 شهور، ما كملتش 6 شهور يعني، كنت لسه جديد يعني. ففي الاخر خالص انا خرجت وبتاع، لا ده هم عنصريين وبتاع. ففي واحد دخل الماني خدها في نفس الميعاد. الالماني اللي خدها في نفس الميعاد ده كان مثلا بقاله قد ايه، بقاله 10 سنين في الشركه او كده. فده طبيعي، اللي انت واحد لسه جديد عندك ما تعرفوش، ما تعرفش شغله، كان لسه بيتعلم، كان لسه في حاجات كتير، فانت مش عارف اي حاجه. فانت كان لازم بالنسبه لك تقول اللي هم بالنسبه لهم طب هم هيديها لك ليه؟ هو لو هيفضل واحد قديم مثلا عنده او كده اكيد هيفضله اكتر منك يعني. بس فده بالنسبه لي كنت شايفه كده. فيما بعد فهمت الموضوع، وفيما بعد عرفت ان الشركه اصلا ده نظامها كان مع كل الناس، حتى الالمان نفسهم. في ناس انا سبت الشركه وبعد كده الالمان دول سابوا الشركه يعني، في كتير، مش ما كانش الموضوع ضد واحد أو عشان انت اجنبي بس. لما رحت مدرسة اللغة أول ما جيت كان الموضوع عادي جدا، والمدرسين بيهزروا معانا وبيضحكوا مع إن كان كل الموجود أجانب يعني، فاهم؟ فأنا بالنسبة لي ما شفتش أي عنصرية، ما شفتش إن فيها أي عنصرية، والموضوع عادي جدا. هم ممكن يكونوا واخدين فكرة مثلا إن العرب فيهم شوية عنف أو كده، من كل اللي بيتصدر يعني، كل اللي بيتصدر من بلادنا العربية زي ما أنتم شايفين، تفجيرات، وده بيقتل ده وده بيعمل ده. يجوا هنا مثلا في المانيا تلاقي واحد عربي ضرب مراته، وده واحد عربي مثلا بيضرب ابنه في الشارع، وده اصلا ممنوع هنا. واحد مش عارفه ايه، ده اللي متصدر لهم. لكن الصوره الحلوه بيعرفوها بعد كده ما يعاشروك فتره. يعني مثلا انا دلوقتي مع الشغل 3/4 اصحابي اللي بخرج معاهم والدنيا بدات تبقى تمام هم المان.
او مثلا اتراك مولودين هنا، فالدنيا هم الفكره بس واخدين اللي بيتصدر في الاعلام، لكن فيما بعد لما بيعاشروكوا الموضوع ده الدنيا بتبقى تمام. لكن هم بيبقى عندهم حته تحفظات شويه اما اللي هم يتعاملوا مع العربي لغايه ما يتاكدوا من شخصيته وده كله. تمام. انا النهارده بقى ايه بعد موضوع العنصريه، انا في كيل فجو حلو، الشمس طالعه بس دي شمس خادعه يعني. الدنيا اصلا بتبقى دلوقتي تحت الصفر بس الشمس طالعه. تمام. فتعالوا اوريكم حبه حاجات. أنا في مول هنا. موضوع المواصلات في ألمانيا وإزاي لو أنت موجود في ألمانيا وعايز تروح شغلك، عايز تروح جامعتك، عايز تخرج، عايز تعمل أي حاجة، أو وسائل التنقل في ألمانيا يعني. هم عموما 3 حاجات، ممكن بالقطر أو ممكن عن طريق الباص، وثالث حاجة إن أنت ممكن تطلب تاكسي لو الحاجات دي كلها مش متوفرة يعني. بيبقى فيه مواعيد معينة للأتوبيسات أو مواعيد معينة برضو للقطورة ومواعيد معينة، لكن التاكسيات 24 ساعة. بصوا موضوع التاكسيات بيبقى ليهم في كل مدينة مكان مخصص ليهم يعني. فأنت ما تقدرش عن طريق مثلا تاكسي ماشي في الشارع توقفه وتقول له وديني المكان ده اللي هنا ده، زي ما الناس بتعمل في الدول العربية أو في مصر عموما. بس الموضوع ده بيبقى اللي انت ممكن تعمله، اللي بيبقى ليهم موقف معين أو ليهم رقم معين انت بتتصل بيه، وعن طريقه انت ممكن تتصل بيه يجيلك مكان العنوان اللي انت هتديهوله بقى، سواء واقف في الشارع. يعني لو انت واقف في الشارع ومفيش مواصلات وعايز تروح، ممكن تتصل بيهم وتقول لهم العنوان اللي انت واقف فيه عن طريق اللوكيشن طبعا، وهم يجولك لغايه عندك. ده موضوع التاكسيات. انا هوريكم دلوقتي موقف الاتوبيسات، وانا كده بره قلت اروح بالقطر مش بالعربيه عشان اوريكم ازاي تقطع التذاكر. وموضوع الاتوبيسات هوريكم برضو الموقف بتاعهم دلوقتي. تمام، خليكم معانا يلا. بصوا يا جماعه، هنا الموقف بتاع الاتوبيس، وهنا الشاشه دي، استنى هقرب لكم منها. الشاشة دي بتقول لك الاتوبيس اللي جاي المنطقة دي او رايح من المنطقة دي جاي امتى وانهي خط والساعة كام، او جاي كمان كام دقيقة. في حاجة جاية كمان دقيقتين، وفي حاجة كمان دقيقة، في حاجة الساعة 2:30، وفي حاجة كمان 6 دقايق كده يعني. دي كانت اول حاجة بتاعت الباصات. فنروح اوريكم بتاعت التاكسيات دلوقتي. بصوا يا جماعة، ورايا اهي الاتوبيسات زي ما وريتها لكم، والمكان اللي هم عاملين فيه. في حاجة تانية برضو هنا ممكن اوريها لكم. ورايا العجل، يعني ده زي موقف للعجل اللي انت ممكن لو انت جايب القطر وعايز تروح ينفع تاخد العجلة معاك القطر يعني. وتاني حاجة اللي انت بتركن عجلتك هنا وبتقفلها وبتروح تعمل حاجاتك او طلباتك وخلاص وترجع تاخدها. في حاجة تانية بقى هنا اللي ورايا ده الموقف بتاع التاكسيات، وكل تاكسي بيبقى مكتوب عليه رقمه عشان لو انت عايز تتصل بيه او تتصل بالشركة دي بعتولك تاكسي يعني. فهنا بيبقى كده زي ما قلت لكم، ده التاكسيات. وتاني حاجة ممكن تتصل بيهم عن طريق النت او عن طريق اي حاجة. لو انت في مكان هم يجولك لغاية المكان اللي انت فيه. كده احنا شفنا موضوع الاتوبيسات وموضوع التاكسيات. ناقص اخر حاجة الموضوع التذاكر بتاعت القطر. فهنخش دلوقتي هنقطعها ونركب القطر واوريكم الدنيا برضو فيها عاملة ازاي. يلا بينا. دلوقتي هوريكم ازاي انا لما باجي اقطع التيكت عشان القطر. تعالوا هنا مثلا انت بتشوف المكان اللي انت فيه
وانت مثلا عايز تروح مثلا هامبورج، بتكتب هنا هامبورج، مثلا كده هاوبتبانهوف اللي هو المحطة الرئيسية، وبتختار، وبعد كده فايتر بتكمل. بعد كده هو بيطلب منك اللي انت تدفع الفلوس، فانت بتدفع من هنا لو معاك كوينز فلوس فضة، او بتدفع من تحت هنا لو معاك فلوس ورق، او بتدفع من هنا لو انت معاك الفيزا بتاعتك او الكريدت كارد او كده. بس تعالوا بقى انا اوريكم حاجة تانية. هنا بيبقى كل خط بيبقى مكتوب بقى اليافطة بتاعته، مثلا من فوق هنا بيبقى مكتوب هو جاي الساعة كام ورايح فين وجاي منين. تمام. هنا بيبقى كذا حاجة. في حاجة تانية هنا عايز اوريها لكم. تعالوا هوريكم في شاشة كبيرة بتبقى دي بتعرف منها كل المواعيد بتاعة القطورة، يعني لمدة ساعة أو ساعتين أو 3 على حسب القطورة كميتها كبيرة أو صغيرة. فاستنى هوريها لكم دلوقتي. هي دي بتشوف بيكتب لك كل ميعاد وجاي بكام دقيقة. في حاجة جاية الساعة 14:40 14:43 وبتظبط كده يكون. بس فكده المواصلات بتاعت موضوع المواصلات. هنا يا جماعة القطر بقى من جوه. بصوا القطر دورين، دور تحت ودور فوق. الدور اللي فوق الاتنين بيبقوا الدرجة التانية، بس في عربيات معينة بيبقى الدرجة الأولى هي اللي فوق. وما تنزل تحت دي الكراسي. وفوق هنا لو عندك شنط عايز تحطها، وهنا عشان لو بتاكل ولا حاجة. استنى اوريكم حاجة تانية. هنا الشاشة دي عشان بيقولك انت فين ورايح فين وكل محطة بيروحها. استنى اوريكم حاجة تانية. الحمام كنت عايز اخش اوريهولكوا، بس مادام دي حمرا كده فبيبقى في حد جوه. فده كان القطر في ألمانيا. ده القطر اللي هو بيروح من مدينة لمدينة، مش مسافات طويلة يعني. لكن قطر المسافات الطويلة ده موضوع تاني، هنبقى نصوره في فلوج كمان غيره يعني. اليوم كان طويل والواحد هيقعد ياكل بقى. تعالوا اتفضلوا معانا. محل تركي بس ريش وحاجات كده. بصوا ريش ورز وسلطة وسلطة زبادي هنا، وده كله. هاكل واشوفكم الفيديو اللي جاي. يلا سلام.